يعني كل يوم لا يقل عن 10 أفراد عن الملازم أول براء البوشي. يعني في أصدقاء لنا ودورات لنا كلياتنا عم نتواصل مع بعضنا، أحيانا عم بتتم يعني لقاءات بين بعضنا لعلم انشقاق اجتماعي أو إعلان انشقاق فردي. فالانشقاقات ضخمة وبشكل كبير، وهلا يعني تدليلا على هذا الكلام الجيش الأسدي عم يقوم حاليا بسحب افراد على انشاء حواجز لسحب كل الشباب السوريين اللي ما عسكري اوليين متخلفين وما قادرين هلا على الذهاب بسبب الثوره السوريه. خوف من انهم ينضموا لنا تحت لواء الجيش الاسد. فالفكره الاساسيه هناك الكثير من تحدث، ولكن ما يهمنا هو إنشاء منطقة عازلة. الأمم المتحدة اللي الله بارينا فيها لهلا ما عم تفهم إنه نحتاج لمنطقة عازلة. الكثير والكثير من الأفراد وعناصر الجيش من الانشقاق، ولكن وين بدهم يروحوا بأهاليهم؟ هي الفكرة الأساسية. وين بدي يروح ما على الانشقاق غير لما أمنت أهلي والحمد لله برا البلد. أهم فكرة إذا أنشئت المنطقة العازلة رح نلاقي بإذن الله الانشقاقات يعني إذا بهت نفس اليوم صارت ان شاء الله ملازم. ان شاء الله احنا بنتمنى انه يكون فعلا في منطقه عازله يمارس فيها الجيش الحر عملياته النوعيه. وطبعا هذا الشيء احنا اصلا راينا العديد من القرى المحرره، وفي هناك العديد من الاماكن ايضا الشاسعه المحرره داخل الاراضي السوريه، ولكن ينقصها فعلا مضادات طيران قد ممكن تصير مناطق عازله. ما بعرف الملازم، هلا شو هو الحديث الذي كان يدور بين العساكر؟ انتم هلا لما كنتوا عساكر شو هو الحديث اللي كان يدور بينكم عن المظاهرات؟ يعني هل كان فعلا في قناعه عندكم انه هي المظاهرات سلميه، ولا كان في استخدام للسلاح داخل هذه المظاهرات؟ سيدي الكريم، هذا كان دور الإدارة السياسية بشكل تام، هو الضغط التام والتعتيم الإعلامي التام عن ما يحدث في خارج القطاع العسكري، حتى أنهم من فترة 4 شهور منعوا الإجازات العسكرية، منعوا العسكريين من الذهاب إلى أهاليهم وإعطائهم أي إجازة عسكرية من أجل أن لا يدروا بالأخبار اللي عم تصير بخارج القطاعات العسكرية. الفكرة الرئيسية دور كبير بتعتيم التعتيم عن ما يجري من أحداث الثورة السورية في الخارج. خليني أقول لك فكرة مهمة. عندما بدأت الثورة كان هناك الكثير من أفراد الجيش النظامي موجودين ضمن الجيش ولا يدرون ماذا يحدث، ولكن مع التحاق أعداد جديدة الله يحميك المجندين الجدد والمجندين الجدد للوحدات العسكرية أصبح هناك احتكاك بين العناصر القديمة والعناصر الجديدة، فأصبح هناك توعية شديدة، وهذا يؤكد على حصول الكثير من الانشقاقات بعد فترة وجيزة من انطلاق الثورة السورية. طيب أخ براء، لو سألتك عن الفساد، معروف عن الفساد داخل المصلحة العسكرية من قبل الأزمة أنه كان شيء هائل. هي الميزانية، معروف الميزانية السورية 78% رايحة للجيش. حاليا بظل الأزمة السورية أو بظل الثورة السورية سمعنا أنه حصل أنه البنك المركزي أفلس، البنك المركزي السوري أفلس. لو تحدثنا شوي عن انه العمليات الامدادات اللي عم توصل للجيش، يا هل ترى انه هي بعدها مثل ما هي او حتى قلت خفت؟ هون عمليات النهب والسرقه بعدها مستمره داخل الجيش او انتهت؟ اخي الكريم، الدعم الروسي والايراني الواضح للنظام الطاغية بشار هذا تم بعد الثوره بشكل كثير كبير، ويمكن بالعكس هلا ارتفعت هي الميزانيه للجيش بشكل اكبر بكثير، كونه صار في تحرك دبابات، كونه صار في كثير من الامور والتحركات داخل الجيش النظام الاسد. فالفكره اللي بدي لك اياها، النظام ابشروا عم يقضي على حاله بحاله من خلال فساده. الكثير من عمليات بيع الاسلحه عم تتم مع ضباط
هم معارضين للثورة السورية ولكن يقومون حمو يا براء ببيع الكثير من الأسلحة والذخيرة للجيش السوري الحر. تمام. طيب نحن ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله لكم النصر العاجل. نحن دائما بندعو لكم انه الله يعطي يعني الله يقويكم والله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنبقى دائما على اتصال معكم. طبعا محمد الملازم الله يعطيه العافيه اشار الى نقطه مهمه، انه النظام بدا يبيع نفسه بنفسه. يعني قال لك انه الاسلحه اللي كانت تجيهم في قسم كبير منها افراد الجيش هم اللي عم يسربوها وهم اللي عم يهربوها ويبيعوها للمتظاهرين. سمعنا انه فعلا هي الاسلحه اللي اغلب الاسلحه اللي عم يجيبها الجيش الحر عم يشتريها من ضباط الجيش النظامي. يعني حتى الفساد وصل فيهم، يعني بيتكلموا انه ممكن يكون مع الثوره او غير الثوره، لكن هم يعني في غالبيه معروف من ضباط الجيش انه اكثر شيء بيهمه هو المال. يعني انت ممكن تشوف ضابط بالجيش عنده شاليهات على البحر وفلل وكذا ولا نقي لك هذا ولا اي شيء، مواطن عادي ممكن يكون عنده سياره نقي لك هذا وبتفتش. لو رجعنا على اللاجئين ملهم، تكلمت انه فعلا يعني في عم يمشي انه